السلام عليكم. اليوم جبت لكم سلطه بطاطا صيفيه بزاف بنينه خفيفه وفي نفس الوقت تشبع. تقدروا تقدموها كمرافقه مع بزاف اطباق، وحتى وحدها تجي وجبه خفيفه وبنينه. المكونات تاعها بزاف بسيطه. راح نحتاجوا بطاطا، قيس كيلو بطاطا، ضفت لها كميه مليحه نتاع الملح باش البطاطا تاعنا تجي بنينه. زدت غليت ربع حبات بيض وضفت للماء مغرفه كبيره نتاع خل باش من بعد يعاونني باش نقشر البيض بسهوله. وكي طابت البطاطا وهي سخونه قشرتها وقطعتها مربعات كما راكم تشوفوا، ما تكون كبيره ما تكون بزاف صغيره. ومن بعد ديت شويه من البطاطا اللي قطعتها حطيتها في زلافه وراح نمرسها مليح باش السلطه تاعنا تجي بزاف بنينه وتجي كريميه. بعد ما مرست البطاطا مليح ضفت لها 170 غرام مايونيز، وزدت ضفت 120 غرام ياغورت طبيعي ولازم يكون كامل الدسم وكريمي، وضفت تاني 15 غرام نتاع عصير ليمون و30 غرام تاع لا موطارد، وزدت تاني حوالي 50 غرام تاع خيار مخلل مقطع رقيق، وزدت ضفت حبه بصله حمراء صغيره قطعتها رقيقه، الوزن تاعها يكون بين 80 و 100 غرام، وضفت حوالي 100 غرام نتاع جبن مبشور. انا استعملت البارميزانو وتقدروا تعوضوه بالجبن الاحمر، وضفت معاه تاني 15 غرام نتاع قزبر مقطع رقيق، وزدت رشه مليحه نتاع بابريكا مدخنه راح تعطي لهذه السلطه بنه بزاف بنينه حوالي 1 غرام، وايضا رشه مليحه نتاع فلفل اسود. وفي الاخير عدلت الملح، ضفت حوالي ملعقه صغيره نتاع الملح وخلطت كل شيء مليح حتى اندمجت كامل المكونات. وزدت ضفت البطاطا والبيض اللي كنت قطعته قطع صغيره وخلطت كل شيء مليح. هنا بدلت لاسباتول بمغرفه كبيره باش تسهل عليا الخلط، ونخلط مليح من التحت للفوق من التحت للفوق. ونحاول ما نزيرش بزاف باش البطاطا ما تتهرش عفوا. نغطي السلطه بالفيلم البلاستيكي وندخلها للثلاجه ترتاح حوالي نص ساعه ولا ساعه كيما بغيتو نتوما، وكل ما خليتوها ترتاح كل ما راح تزيد تجي بنينه. وهذه هي سلطه بطاطا نتاع اليوم، صدقوني تجي بزاف بنينه ومشي كيما سلطه بطاطا اللي موالفين نحضروها، هذه تجي كريميه والبنه تاعها مميزه تاكلوا منها وما تشبعوش. تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه للغدوه ولا حتى يومين ولا 3 ايام راح تقعد بنينه وتهبل. الى جربتوها ما تنسوش تستعملوا البابريكا المدخنه لانه هي اللي راح تعطي لهذه السلطه نكهه مميزه وبنه خاصه. حاولوا تختاروا النوع مليح نتاع بابريكا مدخنه اللي تكون عندها بنه شابه ونكهه مدخنه باينه، لانه هي اللي راح تفرق في المذاق النهائي. وإلا جربتوها ما تنسوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقوا في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.